السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توتر بين المغربيين إبراهيم دياز وأخو ماش في مواجهة ريال مدريد ضد ريو فيايانكو ضمن منافسات الدوري الإسباني. واقعة غير متوقعة. كان بطلها ثنائي منتخب المغرب إبراهيم دياز وإلياس أخوماش، ورصدت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة دخول اللاعبين المغربيين في مشادة كلامية حادة تطورت سريعا إلى تشابك بالأيدي في مشهد أثار استغراب المتابعين، نظرا للعلاقة الوطيدة التي تجمع بين اللاعبين داخل صفوف أسود الأطلس. وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع قليلة فقط من تواجد الثنائي معا في معسكر المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس أفريقيا المغرب 2025، حيث ظهر بانسجام وروح جماعية عالية ساهمت في مشوار المنتخب في الدوري القاري. وحاول حكم المباراة وبعض لاعبي الفريقين التدخل سريعا لفض النزاع وتهدئة الأجواء، منعا لتطور الأمور إلى عقوبات انضباطية قد تضر الفريقين. ومن المتوقع أن تحظى هذه الواقعة بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية، خاصة في ظل الترقب لرد فعل اللاعبين بعد صافرة النهاية. وما إذا كان صلح سريع سيتم خلف الكواليس لإنهاء هذا الخلاف العابر. وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على رايو فيايانكو ب2-1، حيث سجل اللاعب كيليان مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء حصل عليها من اللاعب إبراهيم دياز في الدقائق الأخيرة من المواجهة. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة. شكرا على مشاهدتكم. المرجو الاشتراك في قناة مغرب نيوز من أجل التوصل بأخبار حصرية عن الرياضة وعن الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.